اهلا بيكم. تعالوا كده بشكل سريع نتكلم عن ما يحدث في اسواق الاسهم الامريكيه خلال الفتره الحاليه. ببساطه جدا احنا اللي كان بيحدث الفتره اللي فاتت دي او عمليات الارتفاعات اللي شفناها الفتره اللي فاتت دي كان بيتم تمريرها للاسواق على ان ده تسعير الاسواق لعمليات التحول في السياسه النقديه المنتظره من الفدرالي الامريكي، او بمعنى اصح عمليات خفض الفايده اللي منتظر ان الفدرالي الامريكي يقوم بها الفتره القادمه. لكن ما نقدرش نقول ان ده كان العامل الاساسي بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه، لان العامل اللي كان مهم بالنسبه لنا هو كان النتائج الجيده بالنسبه للشركات الامريكيه اللي كانت موجوده معانا خلال الفترات اللي فاتت، وخاصه الاسهم التكنولوجيه. وده شفناه بشكل كبير في تركيز عمليات الارتفاعات او عمليات الصعود في الاسهم الامريكيه على اسهم التكنولوجيا، بالرغم من ان باقي القطاعات تقدر نقول ان هي ما كانتش بتتحرك بشكل كبير لحد ما حصل من اسبوعين او 3 تقريبا بعد اخبار سوق العمل الامريكيه اللي جاءت اضعف من المتوقع وارتفاع معدلات البطاله لمستويات 4.3%، ابتدينا نشوف انخفاض كبير بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه. وبرضو الانخفاض او السبب اللي تم تمريره للاسواق بخصوص الانخفاض ده ما كانش السبب الحقيقي، لان السبب اللي تم تمريره كان تراجع سوق العمل الامريكي، لكن السبب الحقيقي كان عمليات تدوير الاسهم اللي بتتم في الاسواق. والمقصود بها هنا هو الخروج من الاسهم اللي حققت ارتفاعات كبيره جدا في الشهور اللي فاتت عشان نقدر نستغل الصعود المتوقع بالنسبه للاسهم خلال الفتره القادمه. وهنا بنتكلم عن اسهم بقى القطاعات الاخرى اللي ما كانش عليها طلب كبير، زي قطاعات التكنولوجيا. قطاعات التكنولوجيا او اسهم التكنولوجيا الطلب كان عليها بسبب النتائج الجيده، لكن مع عمليات خفض الفايده متوقع ان باقي الاسهم دي تبتدي ترتفع، وبناء عليه شفنا خروج السيوله من اسهم التكنولوجيا وابتدت تتوجه الفترات اللي بعدها. يعني مع خروج السيوله بشكل كبير وتوافق ده مع تراجع سوق العمل الامريكي شفنا اسواق الاسهم الامريكيه بتنهار بشكل كبير. لكن مع عوده الطلب مره ثانيه، لكن تنوع السيوله بقى على القطاعات ككل بسبب تاكيد عمليه خفض الفايده اللي بالتاكيد هيكون في صالح اسواق الاسهم الامريكيه، ابتدينا نشوف المؤشرات بشكل عام والاسهم بترتفع خلال الفترات اللي فاتت. وبالتالي لو اتكلمنا عن نظره عامه بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه، اعتقد ان الاسواق بدايه من الاسبوع القادم وبعد محضر اجتماع اللجنه الفدراليه اللي كان فيه نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى انه كان من الممكن ان يكون الفدرالي او ان يقوم الفدرالي بخفض الفايده من قبل، لكن عدم اجماع اعضاء الفدرالي على ده هو اللي اجل القرار. وبالتالي هنا الفدرالي بيقول لنا ان انا كان ممكن اخفض الفايده لكن كان عندي بعض الانقسام. لكن في نفس الوقت والنقطه الثانيه اللي قالها الفدرالي ان لو استمرت المؤشرات الاقتصاديه الحاليه بالشكل الحالي وجاءت القادمه بالشكل المتوقع، فهيكون شهر سبتمبر هو شهر مناسب للبدء في عمليات خفض الفايده. ودي نقدر نقول ان اشاره تاكيد بالنسبه للفدرالي الامريكي وطمأنه للاسواق انه بالفعل هيبدا عمليات خفض الفايده في شهر سبتمبر القادم. وده زي ما قلنا متوقع ان هو ياثر على اسواق الاسهم بشكل كبير، ونبتدي نشوف التاثير الحقيقي للتحول في السياسه النقديه على الاسهم، بعيدا عن التركيز على قطاعات التكنولوجيا وقطاعات الذكاء الاصطناعي والشركات اللي كانت بتحقق ارباح جيده. فبشكل عام من المتوقع ان احنا من هنا او في خلال الربع الاخير من العام وباقي الربع السادس متوقع ان احنا نشوف ارتفاعات جيده بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه. وبالنسبه للسؤال تحديدا على وضع الدولار الامريكي وهل هيحصل فيه ضعف كبير خلال الفتره الجايه، بشكل عام ما اعتقدش ان الدولار الامريكي هيكون ضعيف بشكل كبير. والسبب بسيط جدا، السبب ان احنا عندنا باقي البنوك المركزيه الكبرى بعد ما خفضت. يعني احنا شفنا بنك انجلترا بيخفض مره، وشفنا منطقه اليورو او البنك المركزي الاوروبي بيخفض مره، لكن هم منتظرين في الوقت الحالي ان الفدرالي الامريكي يبدا عمليات خفض الفايده، وبعدين هم كمان يستمروا في سلسله خفض الفايده. عشان كده هم توقفوا انتظارا ان الفدرالي الامريكي يبدا في عمليات الخفض. وبالتالي مع خفضهم للفايده ده هيأثر على عملتهم بشكل سلبي وهيخلي الدولار نوعا ما يكون متماسك. فبالتالي متوقع ارتفاعات في الاسهم الامريكيه ومش متوقع انهيار بشكل كبير بالنسبه للدولار الامريكي. قولوا لنا ارائكم في توقعات الاسهم الامريكيه الفتره الجايه واستنونا في فيديو جديد.